هلا أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ تعالوا اليوم نسوي أطيب غدا بالمواد المتوفرة عندنا بالثلاجة. لا تحتارين بالغدا ما دام عندك هذه المواد راح يطلع عندك أطيب وأقنى غدا بالفيتامينات، والنكهة مالته كلش طيبة. هسه مثل ما تشوفون أنا بديت بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. هنا أنا حمست البصل وضفت عليه البطاطا والجزر المقطع. حبايبي أحمسه شوي، وهالدور أضيف عليه الفلفل وبهارات البرياني والكمون، وأبدي أحمسهن سوية. حبايبي لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك، هي قناتكم مطبخ الأكلات الشعبية. حبايب قلبي هنا بعد ما حمسناه هسه راح نضيف إلى الفطر. ما شاء الله الطعم مالته يجنن، يعني مو طبيعي الطعم مالت الفطر ويا الرز. وبعد ما حمسته ضفت عليه الشبنت. طبعا انا هنا الشبنت عندي مفرزته، اذا عندكم فريش طبعا تخلونه احسن. وهالدور اضيف عليه الملح. حبايبي لا تحتارون بالغداء ما دام عندك مواد متوفرة، اي شي تسوينه يطلع طيب من ايدك الحلوة. بعد ما ضفنا التمن هسه راح نحمسه سوية، ونضيف الى الحمص المسلوق. طبعا ما ضفنا احنا الحمص بالبداية لان ما نريده الحبة مالته تذوب وتنمرد، حليناه بالاخير. هسه نضيف الى الماء اللي يكفي ونتركه على النار الى ان ينشف، حتى نخليه على نار هادئة الى ان يتهدر عندنا. شوفوا حبايبي غدا بسيط، لا دجاج لا سمك لا لحم، سوينا اطيب غدا وبي نكهات متعددة والطعم يجنن. هنا استوى غدانا، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، الريحة مالته تجنن مو طبيعية. وهسه حبايب قلبي لا تنسونا بدعائكم الحلو، ونترككم في امان الله بفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.